السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هعمل عصير برتقان بالجزر. عايزة أقول لكم هو مفيد جدا جدا جدا. فيتامينات طبعا، حلوة وحاجات طبيعية ومن غير مواد حافظة. وهو مناسب كمان جدا جدا في رمضان. بيبقى حلو قوي. وفي أي وقت كمان، يعني طول الصيف بيبقى جميل جدا تكوني عاملاه ومفرزة عندك في الفريزر. اول حاجه هبدا اعملها لان هي اللي هتاخد مني وقت ومش وقت كبير طبعا، يعني يعني يا دوبك ما مش هكمل ربع ساعه. اول حاجه هقشر الجزر واغسله كويس جدا واقطعه زي ما انتوا شايفين كده شرايح. تقدروا تقطعوه مكعبات، قطع اكبر شويه على حسب. كل ما بتصغروا القطع كل ما بتاخد وقت اقل على النار. وبعدين هجيب الحله واحط فيها كميه الجزر اللي انا هعملها. ممكن تعملوا اكتر من كده، انا عامله كميه بسيطه اوريكم بيها الطريقه بس. بعد ما احط الجزر هحط عليه سكر مش كتير، يعني كميه الجزر اللي انا حطيتها دي حطيت عليها كوبايه ونص سكر. وحطيت الميه يا دوبك بتغطي الجزر فوقيه بشويه، حاجه بسيطه قوي مش كتير. وبعد كده بنرفعه على النار. اثناء بقى ما الجزر بيتسلق او بيستوي هنرجع للبرتقال. طبعا البرتقال الكميه اللي انا جايباها دي كلها هعصرها. وكمان هاخد البشر بتاعها. البشر بتاعها ده بينفع في حاجات كتير قوي. تقدري تعملي بيه كيكه، تقدري تعملي بيه بسكوت، بتحطيه على مهلبيه بيدي نكهه حلوه قوي. وخصوصا ما تكوني هتعملي حاجه بالبرتقال. وكمان لو حبيتوا تعملوا بط بالبرتقال بتاخدوا برضو عصير البرتقال بيبقى جاهز والبشر بتاعه بينفع في حاجات كتير. فاول حاجه هبشر البرتقال كله، اخد حاجات بسيطه قوي، مهم ما اجيش عند الطبقه البيضه. وبعد كده بعد ما اخلص البشر هاخده احطه في كيس واشيله في الفريزر. واقطع كل البرتقال اللي عندي انصاص زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اقطع الكميه كلها عشان يسهل عليا ان انا اشتغل على طول هبدا اعصرها زي ما انتوا شايفين في العصاره دي، او لو في عصاره بالكهرباء المتاح عندك اعمليه. هعصر بقى الكميه بتاعتي كلها على ما وانا شغاله بقى في البرتقال وبعصر فيه وكده. هرجع اشوف الجزر، مش بنسيبه كتير زي ما انتوا شايفين كده. هو كده يعتبر الجزرية استوت معايا. تعرفي انها استوت ازاي؟ بتاخدي واحدة وتدوسي عليها بايدك كده هتلاقيها اتكسرت معاكي او اتفتتت كده. فده خلاص كده تمام، يبقى كده سواه حلو قوي. شايفين هي بتتكسر ازاي؟ مش تبقى ناعمة خالص، ما تسيبوهوش لما يتهري يبقى مهري خالص، لا لازم يكون بيدي التكة دي معاكي برضو شوية، مش ني بس بيدي تكة كده، مش اللي هو لا مهري خالص ان هو زي العجينة او البطاطس المهروسة، ولا يكون ناشف. ده كده بيبقى حلو قوي، التست بتاعه كده بيبقى جميل. بعد كده دي كمية بشر برتقان انا بوريها لكم. دي الكمية اللي طلعت مش كتير طبعا، فهشيلهم في كيس وهستخدمهم في حاجات تانية. وده عصير برتقان ان شفتوه دلوقتي. وده الجزر، انا الجزر ضربته في الخلاط. تقدروا تضربوه بالهاند بلندر، المهم تعملوه تضربوه باي طريقة باي حاجة عندكم. وبعدين بعد ما تخلصوا ضربه طبعا في الخلاط وكده تقوموا نازلين على عصير البرتقان. عصير البرتقان انا ما حطيتش عليه نقطة مية. والجزر كمان انا ما حطيتش عليه ميه غير الميه اللي اتسلق فيها او اللي استوى فيها. وبعد كده حطيته على البرتقان وقلبتهم كويس جدا. وبس كده خلاص هو كده جاهز معايا. هنقدر نشيله زي ما هو كده في العلب او في اكياس وهنحطه في الفريزر. هنطلعه طبعا وقت بقى اما يكون في ضيوف رمضان، في اي وقت هتشربي عصير بيبقى جاهز على طول. بس ممكن كمان نزوده شوية مية. هو انا شايفاه مظبوط جدا، مش محتاج زي ما انتوا شايفين كده. انا صبيته سمكه حلو. بس تقدروا برضو تخففوا، يعني يعني لو انتوا هتقدموه في وقتها كده على طول بس يسقع طبعا، ممكن نحط 3/4 الكوبايه العصير والربع نزودها ميه ساقعه. هيبقى حلو جدا من غير ما نزود سكر ولا اي حاجه خالص. دي كانت الطريقة بتاعت عصير برتقال بالجزر، سهلة جدا. ما فيهاش اي افتكاسات خالص. تقدري برضو تحتفظيه كده في الفريزر وتطلعيه، تزوديه شوية مية وتضربيه في الخلاط ويتشرب.
عايزه اقول لكم مشروب حلو قوي قوي قوي. يا رب تجربوه ان شاء الله يعجبكم باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد.